الثقة بالنفس. مين فينا مش بيفكر في الموضوع ده من وقت للتاني؟ الخبر الحلو بقى إن الثقة دي مش حاجة ثابتة، مش قدر مكتوب على حد. لأ، دي مهارة نقدر كلنا نكتسبها ونطورها. وفي الشرح ده هنشوف مع بعض خطوات عملية وواضحة عشان نعزز ثقتنا بنفسنا. خلينا نبدأ بالاقتباس العميق ده. فكرته ببساطة إن الإيمان بالذات هو المفتاح اللي بيفتح كل الأبواب المقفولة. أبواب الفضول، الدهشة، التجارب الجديدة اللي بتخلينا نحس إننا عايشين بجد. يعني الإيمان بالنفس هو نقطة الانطلاق لكل حاجة حلوة في حياتنا. طيب، ندخل في أول قسم: الثقة مهارة مكتسبة. ودي أهم فكرة لازم نبدأ بيها، إن الثقة دي مش جينات ولا وراثة، لأ، دي حاجة بتكتسب زي سواقة العربيات أو تعلم أي لغة جديدة. تمام، بس يعني إيه ثقة بالظبط؟ لو بصينا على التعريف هنلاقيها حالة ذهنية، حالة بتيجي من كذا حاجة مع بعض، إن الواحد يكون راضي عن نفسه ومتقبل جسمه وعقله زي ما هما، والأهم إن يكون مؤمن بقدراته ومهاراته. هي كوكتيل كده من كل ده. وهنا بقى النقطة الجوهرية اللي لازم نركز عليها قوي: الثقة مش حاجة يا إما عندك يا إما لأ. لأ خالص، أي حد فينا يقدر يبنيها ويزودها. إزاي؟ بالممارسة وبشوية خطوات عملية هنتكلم عنها. الموضوع كله عبارة عن رحلة، مش محطة وصول. وفي برضو نقطة مهمة لازم نوضحها: الفرق البسيط بين الثقة بالنفس وتقدير الذات. الثقة هي إيمان الشخص بقدراته، إنه يقدر يعمل. أما تقدير الذات فده إيمانه بقيمته، إنه يستحق الاحترام. والحلو في الموضوع إن اللي هنتكلم فيه النهاردة بيعلي الاتنين مع بعض. تمام، كده فهمنا الأساسيات. ندخل بقى على القسم التاني، وهو إزاي نسيطر على الحوار الداخلي. ودي أول خطوة عملية في رحلتنا: الصوت اللي جوه دماغنا ده. سون تسو الاستراتيجي العسكري المعروف قال جملة عبقرية: اعرف نفسك وهتكسب كل المعارك. وده بيلخص كل حاجة. قبل أي معركة خارجية في الحياة، في معركة جوانا، معركة مع أفكارنا، ولو كسبناها الباقي بيبقى أسهل بكتير. كل واحد فينا طول اليوم في صوت شغال في دماغه، عامل زي الراديو كده. المشكلة بقى إن الراديو ده ساعات بيذيع أغاني تحفيزية، وساعات بيذيع نشرة أخبار سلبية طول الوقت. أول وأهم خطوة هي إننا نبتدي نسمع الراديو ده بتركيز، نعرف هو بيقول إيه بالظبط. طيب، نغير المحطة دي إزاي؟ العملية ليها 3 خطوات بسيطة جدا. أول حاجة، لازم نصطاد الأفكار السلبية دي أول ما تظهر، زي فكرة الموضوع ده صعب قوي أو مستحيل أقدر أعمله. تاني خطوة، نقفش الفكرة دي ونوقفها فوراً، ما تخليهاش تكمل. تالت خطوة ودي الأهم، نستبدلها على طول بفكرة إيجابية وبناءة، زي لأ، أنا هجرب وأقدر أعمله. وفي شوية أدوات تانية ممكن تساعد في اللعبة الداخلية دي، زي كتابة اليوميات. دي بتخلي الواحد يشوف أفكاره قدامه على ورق ويفهم نفسه أحسن، أو إنه يحدد المبادئ اللي عايز يعيش بيها، فتبقى زي البوصلة بتاعته. وفي تكنيك ظريف اسمه الفوتوشوب الذهني، يعني نعدل صورتنا عن نفسنا في خيالنا ونركز على الحاجات الكويسة. كده رتبنا الدنيا جوه. نيجي بقى للقسم الثالث: بناء الزخم بالفعل. الكلام لوحده مش كفاية، لازم نتحرك وننزل على أرض الواقع. آرثر آش بطل التنس العظيم قال جملة في منتهى الأهمية: إن مفتاح الثقة هو الاستعداد. يعني إيه؟ يعني كل ما الواحد حضر نفسه كويس وعمل اللي عليه، ثقته بتزيد تلقائياً. الفعل هو اللي بيولد الثقة. الثقة عاملة زي قضية في محكمة محتاجة أدلة وبراهين، ومين اللي بيجمع الأدلة دي؟ إحنا. كل إنجاز صغير بنعمله هو دليل جديد بنضيفه للملف بتاعنا، ومع الوقت الأدلة دي بتبني قضية قوية جداً لصالحنا. والفكرة دي بتتلخص في حاجة اسمها دورة الثقة، ودي عبقرية في بساطتها. أول حاجة، الواحد بيحط هدف صغير قوي، حاجة يقدر يعملها. الخطوة التانية، يعملها فعلا. التالتة ودي مهمة، يحتفل بالنجاح ده ويعترف بيه، ما يقللش منه. الرابعة، يروح حاطط هدف صغير تاني، وهكذا. بتلاقي نفسك دخلت في حلقة نجاح بتكبر زي كرة التلج. وعلى فكرة، في حاجات بسيطة قوي ممكن تعمل فرق ضخم، زي الرياضة بشكل منتظم، الاهتمام بالمظهر واللبس، حتى وقفة الشخص نفسها لما يبقى فارد ظهره، أو إنه يقرأ ويتعلم حاجة جديدة. كل دي بتبعت إشارات للمخ بتقوله إحنا كويسين ومسيطرين. خلصنا من العالم الداخلي والعالم الفعلي، نيجي بقى للجزء اللي ممكن يكون الأصعب عند ناس كتير: القسم الرابع، الثقة في المواقف الاجتماعية. إزاي نتعامل مع الناس بثقة؟ طيب، سؤال صريح كده، مش ساعات بنقابل ناس معينة بنحس قدامهم برهبة أو توتر؟ الإحساس ده طبيعي جدا وبيحصل لأغلبنا.
اللي قدامنا ده تحليل ذكي جدا للموضوع ده. هو بيقول إن ورا كل نوع من الرهبة دي في خوف مستخبي. يعني لما بنخاف من حد خبير أو له سلطة، إحنا في الحقيقة خايفين نغلط أو يبان شكلنا وحش. ولما بنخاف من حد مشهور بنبقى خايفين من الرفض. ولما بنخاف من حد قوي بنبقى خايفين من الصدام. فهم الخوف ده نص الحل. طيب الحل إيه بقى؟ الحل بسيط جدا في فكرته. بدل ما نكون في حالة رد فعل متوتر، نتحول لحالة ملاحظة هادية. المصادر بتسميها تسمية لذيذة قوي، إننا نتحول لجاسوس اجتماعي. طيب إزاي الواحد يبقى جاسوس اجتماعي؟ المهمة ليها 4 خطوات. أولاً، امسح المكان بعينك، إحنا فين وإيه المتوقع هنا. ثانياً، لاحظ الناس، مين دول وعلاقتنا بيهم إيه. ثالثاً، راقب أفعالهم، بيعملوا إيه بالظبط وإيه جو المكان العام. رابعاً، ودي أهم حاجة، ركز في التفاصيل الصغيرة، لغة الجسم، تعبير الوش. لما نعمل كده بنتحول من شخص قلقان لمحلل للموقف، وده بيدي ثقة رهيبة. وبكده نوصل للقسم الأخير، الخطوة الأولى للأمام. هنا هنلم كل اللي قلناه ونشوف إزاي نبدأ. الخلاصة كلها في 3 نقط، 3 محطات أساسية في طريق الثقة. أولاً، السيطرة على الصوت اللي جوه دماغنا. ثانياً، بناء سجل من النجاحات الصغيرة المستمرة. ثالثاً، مراقبة المواقف الاجتماعية بذكاء قبل ما ندخل فيها. زي ما قلنا، الرحلة بتبدأ من جوه وبعدين بتظهر على بره. وقبل ما نخلص، في فكرة مهمة جدا لازم تفضل في بالنا. الثقة دي مش خط نهاية بنوصله ونرتاح، لا، هي عاملة زي العضلة، محتاجة تمرين مستمر. هي ممارسة يومية ورحلة نمو ما بتخلصش. وده يخلينا نسأل نفسنا السؤال الأهم، يا ترى إيه هو أول فعل صغير مهما كان بسيط ممكن الواحد يعمله النهاردة عشان ياخد أول خطوة في رحلة الثقة دي؟